ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ من كام يوم نزلت فيديو بتكلم فيه عن اسوأ 7 ابطال خارقين، وفي الفيديو ده جبت سيرة عمنا فلاش. على قد ما في ناس حبت الفيديو، على قد ما في ناس يا شباب والله كبرتوا الموضوع، اولع في روحي عشان يا اسطى في ناس زعلت على فلاش اكتر من فلاش لو اتفرج على الفيديو. اولا انا ما قلتش فلاش ضعيف، بل بالعكس هو قوي، بس مشكلته انه طيب حبتين 3 4 كده. يعني الجريمه بتاعتك لو مش مستاهله ممكن يسيبك عادي، على عكس المعلم باتمان اللي لو شافك بتركن غلط مش هيحلك. بس بما اني شخص بحب السلام وبحب الناس كلها او عشان المشتركين يعني، عشان كده قررت الخص لكم كوميكس بيحكي ليه الاشرار ما بيقربوش من فلاش. الكوميكس بيبدا مع مجموعه من الاشرار اللي هما بيحاولوا يلاقوا مدينه ياكلوا فيها عيش. في واحد غبي منهم بيقترح ان هم يروحوا مدينه جوثام على اساس ان عم الوطاط هيسيبهم يعني، لكن في واحد الحمد لله بيعقله بيقول له انت عاوز نروح لمدينه باتمان برجلينا، عشان واحد تاني يقترح عليهم ان هم يروحوا مدينه متروبوليس. واحد فيهم بيقول له قصدك على مدينه سوبرمان. هو القلق مش من سوبرمان، بس القلق من الفضائيين اللي كل شويه يهجموا على المدينه. يعني اظن ان انت لو نجيت من سوبرمان مش هتقدر تنجو من الوحوش اللي في المدينه. عشان واحد تاني يقترح عليهم ان هم يروحوا مدينه جوست سيتي، وبيقول لهم ان جرين لانترن ومعظم ابطال المدينه دي بيكونوا في الفضاء معظم الوقت، ولو رجعوا لمدينتهم ما اظنش ان هم هيسيبونا في حالنا. عشان واحد فيهم يقول لهم بقول لكم ايه، ما تيجي نروح مدينه سنترال سيتي، عشان يقولوا له انت اكيد مجنون، انت عاوز تروح لمدينه فلاش برجليك. فبيقول لهم فيها ايه يعني مدينه فلاش؟ فبيقولوا له تعالى احنا نقول لك فيها ايه. عشان يبدا واحد فيهم ويقول له ان الجوكر ذات نفسه حاول يسيطر على سنترال سيتي عن طريق قنبله من قنابل غاز الضحك الخاصه بيه عشان يقدر يسيطر على سكان المدينه. بس قبل حتى ما الجوكر يكمل كلامه لقى ان فلاش وصل قدامه وبيحوط الغاز ووداه ناحيه البحر، وبيدي للجوكر ضربه بالطياره وترجعه لجوثام تاني، عشان يرجع تاني ويقول لهم ما تكبروش الموضوع يا جماعه، ممكن الحظ يكون حالفه المره دي. عشان واحده منهم تقول له طب انت تعرف شرير اسمه كوندمانت كينج؟ عشان تبدا تحكي له وتقول له ان كينج ده كان واحد من الاشرار اللي مش معروفين قوي، حاول يجرب حظه في مدينه سنترال سيتي عن طريق انه حاول يسرق البنك بتاع المدينه، لكن قبل حتى ما يفكر يسرقه لقى فلاش اخده ووداه الصحراء. للامانه ده اكتر واحد فيهم ضحكني وصعب عليا في نفس الوقت. وبرغم كل ده كان السمج اللي بيحاولوا يقنعوه برضك ما بيهتمش وبيقول لهم ايه يعني عادي. عشان يقولوا طب اكيد تعرف مين هو موردو، واحد من اقوى الاشرار والسحرة الموجودين، واللي بيكون في يوم من الايام ماشي في مدينة سنترال سيتي وبياخد مصاصة من بنت كانت بتضايقه، عشان يظهر ساعتها ذا فلاش ويقول له رجع لها المصاصة يهبل. لكن كعادة اي شرير اهبل بياخد ديله في اسنانه وبينتقل للفضاء، عشان يتفاجئ بفلاش انه جاي وراه وبيقول له رجع المصاصه. يلا نرجع المصاصه بقى ونعل، لكن لا، ازاي انت عاوز سمعتي تتضرب ولا ايه؟ نكمل المطارده التافهه دي، عشان يفضلوا يطاردوا بعض ويروحوا المستقبل ويرجعوا تاني لزمن الديناصورات ويشحططونا معاهم، لحد ما في نهايه المطارده بيوصلوا لاخر الكون، واللي بيتفاجئ بوجود فلاش وراه وبيقول له هات المصاصه حبيبي هات، عشان يرجعها له فعلا بعد ما بيكون يأس ان هو يهرب من فلاش، ولحد دلوقتي محدش يعرف عنه حاجه، عشان يرجع تاني ويقول لهم يا جدعان عادي يمكن بيصيف ولا حاجه. فواحد بيقول له طيب يا عم انت شفت عياله قبل كده؟ علشان يبدا يتكلم ويقول له ان عنده ابن اقوى منه بمراحل، ده غير ان شاف ابنه مره في المرات رفع بيك فود وحدفه من غير ما يعمل مجهود. طب انت شفت بنته قبل كده؟ اهدي بقى اللي قويه فعلا، لانها بتقدر تنسخ نفسها اكتر من واحده، وعندها سرعه ابوها وقوه اخوها. موتوسيكلات وعجل واجهزه كمبيوتر ووجبه من الكانتين اللي مش عاوزين تقربوا له ابدا وترابيزات بلياردو وبنج. ده غير بقيه افراد العيله اللي عندهم برضه قوه خارقه، عشان في النهايه يسالوه طب هو انت بتسال كل الاسئله دي ليه؟ عشان يتفاجئوا ان هو بيقول لهم ان هو سرق البنك بتاع مدينه سنترال سيتي، عشان يتفاجئوا بصوت تخبيط على الباب عندهم، عشان يبدا كل واحد فيهم اللي يتشاهد واللي يحضر وسيته واللي يشوف له تربه، عشان يبدا يقول لهم يا جدعان ما تخافوش ده انا بس طالب بيتزا، ويروح يفتح الباب زي الاهبل، عشان يتفاجئ لما يفتح الباب بفلاش في وشه وهو مستنيه. وبس كده، هي دي القصه. بس كنت عاوز اسالكم سؤال قبل ما ننهي الفيديو، ايه رايكم ان احنا نلخص قصص العاب؟ ولو انتوا حابين ده ممكن تكتبوا لي في الكومنتات اللعبه اللي انتوا حابين احكي قصتها. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، والسلام.